مع بذور الحياة نزرع الأمل، نزرع لفكر صحي جديد. أهلا بيكم في البرنامج العربي الجديد بذور الحياة، واللي بيهتم بالصحة والتغذية السليمة وعلاج الأمراض المستعصية، مع الأخصائي في الطب البديل مستر وليد. مع بذور الحياة تحلو الحياة. بذور الحياة لكل داء دواء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد في قناة بذور الحياة. لقاء جديد في مكان جديد، طقس جميل جدا في هذه الجزيرة الجميلة، جزيرة الأحلام جربة. أرحب بكم جميعا في لقاء كذلك جديد ومتجدد في هذه القناة المباركة إن شاء الله. إذا كما تشاهدون مكان طبيعي على شاطئ البحر، وموضوع الحلقة أكيد سيكون متناغم مع هذا المكان الجميل. إذا موضوع الحلقة هو قوانين التي تحكم الجسم والتي لها علاقة، جزء منها له علاقة بالطبيعة. إذا نمر للخمسة قوانين الأساسية والمهمة جدا. وأنا يعني سبقت الحلقة هذه قبل ما نتحدث على بقية عناصر محور الالتهابات والتهابات المفاصل، وكنا ذكرنا العنصر الأول أو المرض الأول وهو مرض النقرس، لكن ارتئيت أن نسجل الفيديو هذا باش نفهمه كما ينبغي الأشياء اللي تحكم في الأجساد متاعنا، باش نفهمه كذلك يعني كيفية العلاج وكيفاش يعني نتبعوا العلاجات بطريقة صحيحة. خلونا من غير ما إطالة نمشي مباشرة للقانون الأول اللي يحكم الجسم بتاعنا، وهو قانون الطاقة. قانون الطاقة، ما هو قانون الطاقة؟ قانون الطاقة باش نتعرفوا على ثلاثة عناصر في قانون الطاقة. العنصر الأول وهو قانون التأريض. إذن ما هو قانون التأريض؟ بكل بساطة قانون التأريض هو الاتصال المباشر بين الأرض والإنسان، بين الأرض وجسم الإنسان. يعني باختصار كلما الإنسان اقترب والتصق بالأرض كلما نقصت الأمراض وزالت. يعني كما نعلم أن الأطباء في أوروبا وفي أمريكا وفي عديد بلدان العالم يوصيوا المرضى متاعهم باش يمشيوا على شاطئ البحر، يتمشاوا حافي القدم على شاطئ البحر. يوصيوا المرضى باش يعني يدفنوا الجسم متاعهم مع الرأس طبعا في التربة متاع شاطئ البحر. لماذا؟ لأنه باختصار الأرض تحتوي على معادن، الأرض فيها طاقة يعني إيجابية، الأرض قادرة باش تمتص الطاقة السلبية اللي في الأجسام متاعنا، الأرض قادرة باش تعالج عديد الأمراض اللي هي أنواع أمراض الروماتيزم، قادرة باش تعالج عديد الأمراض الجلدية، قادرة باش تعالج. يعني نكتفي فقط بالالتصاق بالأرض، كوننا نمشي حافي القدم على الأرض، كوننا معناتها نخصصوا أوقات مهمة للتواصل مع الطبيعة. وهيك علاش كما نعلموا أنه أغلب أمراض الروماتيزم، أغلب الأمراض تتمركز في المدن. يعني الناس اللي تبعد على الطبيعة وتبعد على الأرض، ودائما يعني ما الإنسان يلبس الأحذية أو يمشي حافي على الإسمنت والسيراميك، هذا الكل يعني النتيجة متاعه كما نعرفوا الأمراض اللي كثرت، أمراض الروماتيزم كثرت. علاش كثرت؟ من بين الأسباب هو التخلي أو الابتعاد عن الأصل والابتعاد عن الأرض. إذن التأريض مهم جدا. كما نعلم أنه الأجانب يعني يسافروا للبلدان، معناتها بلدان اللي فيها البلدان السياحية، البلدان اللي فيها البحر، البلدان علاش؟ باش يسبحوا في البحر ويتمتعوا بأشعة الشمس، وكذلك باش يلتصقوا بالأرض أقصى ما يمكن. يعني عملية الدفن الجسم في التربة في الشاطئ، يعني مدة نصف ساعة، ساعة إلى ربع، مدة ساعة، راها مفيدة جدا. تكرار العملية هذه تعطي نتائج ونتائج كبيرة جدا. هذه راهو دراسات، هذا راهو
معناتها الشيء هذا عن تجربة وعن علم. فما بين الأشياء هو معناتها التأريض اللي هو معناتها يفيدنا برشا في الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية وفي علاج الأمراض. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني في الطاقة وهي طاقة التعود. طاقة التعود باختصار شنو تعني؟ طاقة التعود كونك تتعود على الشيء عدة مرات يصبح الدماغ متاعك يعني مبرمج على الأشياء الجديدة. نعطيكم مثال. مثلا الإنسان اللي متعود على التدخين يكفي كونه يطبق قاعدة الأربع أيام ويتخلى عن التدخين مدة 4 أيام. علميا اليوم الخامس المخ سيصبح مبرمج على التخلي عن التدخين. اللي يفرق ما بين شخص وآخر هي الإرادة فقط، ولكن المخ تبرمج بصفة نهائية على التخلي عن التدخين. نعطيكم مثال آخر. الإنسان اللي يتعلم السياقة، أول يوم الإنسان يتعلم السياقة يحط يديه على المقود، يعني يكون بالطريقة هذه، يمسك المقود بالطريقة هذه، يعني تقول عليه شاد ثور. في اليوم الأول يكون معناتها في حالة توتر كبيرة برشا، الأدرينالين معناتها طالع، الكورتيزول كيف حالته النفسية معناتها لا يحصد عليها. ولكن بعد تكرار العملية يوم 2 3 4 تكرار العملية شنو ينتج عنها؟ ينتج عنها الإنسان يصبح عنده راحة معناتها نفسية كبيرة. معناتها يوصل معناتها يمسك المقود بيده اليسرى ومسك الموبايل بيده اليمنى ويخاطب زوجته، وطبعا معناتها هي تقول له جيب المشتريات معناتها للفطور، وهو يفكر فيها معناتها يذكر فيها في اشياء هي نسيتها، معناتها اصبح هو اللي يفكر فيها. ويقص عليه مواطن صالح، وهو معناتها في الطريق يقص عليه مواطن صالح، فيفتح النافذه ويفرح به، يعني يعمل الدنيا الكل يعملها في اللحظه هذيك اللي هو يقود السياره، بعد ما كان معناتها في اول مره يمسك المقود ماسك المقود بيديه الاثنين. هذه اسمها طاقه التعود. الطاقه الثالثه اللي نحب نحكي عليها وهي طاقه الراحه. احنا نعلموا المراه الحامل، باش نعطيكم مثال للمراه الحامل. المراه الحامل يعني اول الاشياء معناتها اللي يوصي بها الطبيب كونها تلتزم الراحه. ولكن علاش الطبيب يوصي المراه الحامل كونها تلتزم الراحه؟ بكل بساطه لكي توفر الطاقه نتاعها باش توفرها للجنين. يعني كل ما المراه الحامل التزمت الراحه وما عملتش مجهودات كبيره، كل ما هي وفرت الطاقه نتاعها للجنين وطبعا للجسم نتاعها للجسد نتاعها. يعني هذه ما بين الاشياء. المريض مثلا الانسان اللي يمرض بالانفلونزا، الطبيب ايش يقول له لازمك تلتزم الراحه. علاش الطبيب قال له الكلام هذايا؟ باش يوفر الطاقه للجهاز المناعي، باش الجهاز المناعي يحارب الفيروسات والميكروبات بكل بساطه. يعني كل ما التزم الراحه كل ما اعطاه القدره واعطاه معناتها الطاقه كلها اللي في الجسم، اعطاها الجهاز المناعه باش يخدم الخدمه نتاعو. تصور معناتها الفكره واضحه في فكره الطاقه، وهذا جزء بسيط ونحاول نختصر اقصى ما يمكن في الفيديو، ولكن يعني نعطيكم ملامح صغيره للقوانين هذه. نمر مباشره للقانون الثاني وهو قانون الاولويات. ايش يقول القانون هذا؟ قانون الاولويات كون الجسم نتاعنا يعطي الاولويه القصوى حسب الظروف. نعطيكم مثال. مثلا وانا نحكي معاكم الان التفت خلفي نلقى اسد خارج لي من البحر. وانا بخاف من الكلب. احنا في مانيش، ولكن فرضا يعني التفت خلفي ولقيت ثم اسد يعني جاي بسرعه للمكان هذا. طبعا اول حاجه باش نعملها خوك موالي باش يعطيها بالهربه. اول حاجه باش يعملها السرعه خياليه، يعني خوك مواليد باش يصبح عداء، يعني سرعه ما مستحيل كانت تخيلها في بالي. ثاني حاجه خوك مواليد باش يشد النظاره هذه ويرميها خلفه، ما عادش يسحق لها. انظر رجع 100%، قوه انظر غير عاديه، قوه بصر غير عاديه. الدماء
باش يشتغل على عديد الفرضيات، يعني باش تحل خريطة وباش نشوف الأماكن اللي أنا ممكن نلتجأ لها بسرعة، يعني جميع الأفكار الكل باش تبرر في لحظة واحدة برك. الأشياء هذه كلها علاش؟ لأنه الجسم ركز الدماغ في المناطق التالية: الدماغ، العين، والجهاز العضلي. يعني الجسم أعطى أولوية الكاملة للأجهزة هذه باش تشتغل كما ينبغي للخلاص. يعني الجسم يتكيف حسب الحالة. طبعا إذا الحديث كان على امرأة، فيعني الامرأة معناتها قدراتها عالية أكثر من رجل في الحالة هذه، لأنه الامرأة طبعا الصراخ نتاعها سوف يسمع حتى في الدول الجوار من باب المزح طبعا. يعني الجسم يتكيف حسب الحالة. هذا مثال يعني نعطيكم معناتها على الجهاز العضلي. والإنسان مثلا وهو هارب في اللحظة هذيك وهو من شدة الخوف يعترضه جدار. مثلا خوكم وليد مش متعود كونه يطلع جدار لعله معناتها الارتفاع 2 أمتار ونصف، ولكن في الحالة هذيك والأسد ورايا نلقى الجدار ارتفاعه 2 أمتار ونصف مثلا. فأكيد خوكم وليد باش يرجع رياضي ويصبح معناتها قادر بالقفز بالزنا، يده اليسرى تصبح مثل الزنا. يعني في اللحظة هذيك تصبح عداء، تصبح رياضي بتم معنى الكلمة. هذه كلها السبب متاعها هو تكيف الجسم مع الحالة، مع الوضعية. هذا ايش معناتها؟ الجسم يعطي الأولوية حسب الوضعية. نعطيكم مثال آخر بسيط: ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة هي يخلقها الجهاز المناعي. احنا نعرفوا لارتفاع درجة الحرارة السبب متاعها هو الجهاز المناعي، لكن يقول القائل علاش الجهاز المناعي يرفع في درجة الحرارة؟ طبعا والشيء اللي لازمنا نعرفوه كون ارتفاع درجة الحرارة هو طبيعي. ارتفاع درجة الحرارة ما لازمناش، وهذه نصيحة ما بين قوسين، ما لازمناش نتدخلوا بالأدوية عند ارتفاع درجة الحرارة توصل 39 درجة. ما ندخلوا لتنزيل لخفض درجة الحرارة إلا في درجة 40. هذه نصيحة. القاعدة هذه لا تنطبق على الأطفال دون 4 سنوات. طبعا احنا نعلم الأطفال الدماغ متاعهم ما يتحملش الحرارة شديدة، ولذلك الأمر يختلف، لازم مراقبة ولازم متابعة باش نخفضوا درجة الحرارة. هذه ما بين قوسين معناتها حبيت نحكي على قانون الأولويات. القانون الثالث وهو قانون الرسائل. أيوة، حكينا على الطبيعة وعلى الأرض، حكينا على القانون الأولويات، والآن هو باش يدورها البريد. لا هو بالفعل الجسم متاعنا مثل البريد، هو عبارة على مركز معلوماتية ضخم. الجسم متاعنا يعطينا رسائل، يبعث لنا رسائل مضمونة الوصول باش يخبرنا لكونه فما مرض معين داخل الجسم. فالإنسان لازم ياخذ الرسالة هذيك يتلقاها ويتصرف، ما يتركش الأمر يزيد يتعكر أكثر فأكثر. فالرسائل من بين الرسائل اللي يرسلها الجسم هو ارتفاع درجة الحرارة رسالة، الطفح الجلدي رسالة، الغثيان رسالة، معناتها فقدان الوعي رسالة، الأشياء الألم، أصلا الألم في أماكن معينة هو عبارة على رسالة، الحبوب اللي تجي في الجلد هذيك رسالة، كلها رسائل اللي وجود خلل ما داخل الجسم. فنعطيكم مثال، مثلا أخوكم وليد أحس بألم في الجهة اليمنى من الرقبة، أو ألم يعني في أسفل الصدر على الجهة اليمنى ما بين الصدر والبطن، أو أحس بألم في الركبة اليمنى. هذا دليل، يعني دليل يقرب لنا التشخيص الأولي للمشكل. هذا دليل كونه فما مشكل مثلا في الكبد. مثال، هذا مثال. طبعا في تشخيص أولي وتشخيص ثاني، طبعا لا معناتها ما نستغنوش على التشخيص الثاني وهو بالأشعة ومعناتها والتحاليل وكل شيء، ولكن حبيتكم تعرفوا يعني كيفاش تقراوا الرسائل نتاع الجسم باش من بعد إنسان يعرف يمشي مباشرة للمشكل هذاك وللمكان هذاك.
نحس بآلام مثلا من الخلف، معناتها من الأسفل من الخلف، يعني في أماكن الكلى. فالأكيد أنه فيه نقص معناتها في شرب المياه، نقص في يعني تشخيص أولي. لازمنا نعرفوا الجسم نتاعنا علاش يتصرف بالطريقة هذيك، باش احنا ندخله وما نضيعوش الوقت ونعرفوا المشكل الأساسي وين موجود. هذه معناتها باختصار بالنسبة للرسائل. نمشي مباشرة باش ما نطيلش الفيديو. نمشوا للقانون الرابع. القانون الرابع واللي يحكي على الاستجابة القصوى. الاستجابة القصوى باش نحكي على الألم وباش نحكي كذلك على الهلع. بالنسبة للألم، أنا مثلا يعني نعمل إيدي مثلا على النار بدون علمي، مثلا عملت أصبعي كذا في منطقة ساخنة جدا، فأول حاجة باش نعملها باش نعمل ردة فعل ونجلب يدي للخلف. الطريقة هذه شنو السبب الألم الشديد بالرغم من الإصابة صغيرة؟ شنو السبب؟ السبب بكل بساطة أنه الجسم بالغ في الألم. الجسم متاعنا يبالغ في الألم ويعمل لنا حتى التهاب في المكان الأصبع، ويعمل لنا معناتها احمرار، ويعني حاجات كبيرة تحصل بمجرد معناتها لمس قليل للنار لسبب بسيط، يعني لمس وجيز معناتها للنار أو لأي شيء، فنعملوا ردة الفعل هذيك وتحصل الأشياء هذه كلها. علاش؟ لأنه الجسم يبالغ في الألم باش احنا ندخله ونبعده معناتها اليد متاعنا أو الرجل ولا أي شيء جزء من الجسم باش نبعدوه عن الخطر. فالجسم يعمل التهاب، يصنع التهاب. علاش الالتهاب هذاك يصنعه؟ باش الكريات البيضاء تمر للمكان هذاك ومعناتها تتعامل مع الميكروبات والفيروسات المحتملة. هذا معناتها الاستجابة القصوى أو ردة الفعل القصوى اللي يعملها الجسم معناتها في حالات الإصابات الخفيفة. لكن إذا تكون الإصابة قوية، عند الإصابات اللي تصير في حوادث المرور شو اللي يحصل؟ العكس تماما. في حادث المرور، وربي يلطف بنا وبكم إن شاء الله، الجسم يقوم بتخدير نفسه. أحيانا الإنسان معناتها تكون عنده إصابة كبيرة ولكن هو تحسه مخدر. الإنسان هذاك ما يعلمش شنو قاعد يصير. ففي الحالة هذيك الجسم يقوم برفع درجة حرارة الدم بحيث أنت ما تحسش بالألم الكبير اللي من المفروض يصير معناتها على حسب الإصابة. الجسم يعطيك الوقت، يعطيك الفرصة باش أنت تروح للمستشفى وتتعالج من الإصابات بتاعك. شوفوا سبحان الله ربي كيفاش خلق الجسم بتاعنا، كيفاش يتكيف حسب الوضعية. إصابة صغيرة يحسسك بألم شديد، وإصابة كبيرة تحس روحك وكأنك مخدر، ويعني سبحان الله. هذه من بين معناتها الأشياء اللي نحكوا عليها معناتها في الاستجابة القصوى. نجو نشوفوا مثلا مثال آخر اللي هو ما يخص الهلع. احنا نعرفوا لكونه خاصة النسوة معناتها خاصة الستات، رجعنا لهم مرة أخرى، مش فقط الحبال الصوتية ولكن حتى في فقدان الوعي. يعني فرضا كون امرأة جهة مكالمة معناتها يقولوا لها على خبر يعني مفزع، يقولوا لها على خبر يعني في صدمة كبيرة، ربي يلطف بكم إن شاء الله. شنو يصير؟ عادة نحن الصورة اللي نعرفوها كونه معناتها باش يسقط الموبايل من ايدها وتفقد الوعي. هذا الموجود مع حتى الرجال، راه باش ما فما حتى بعض الرجال يعني يفقد الوعي من الهلع ومن الخوف، معناتها ردة فعل تكون كبيرة من الدماغ. علاش الإنسان فقد وعيه؟ شنو صار؟ بكل بساطة الدماغ في اللحظة هذيك يحمي في نفسه، لأنه في اللحظة هذيك ارتفع معناتها منسوب الدم، يعني ضغط الدم ارتفع بشكل كبير وكبير جدا بصفة فجائية، ويشكل خطر على الأوعية الدموية للدماغ. فالدماغ يحمي نفسه، يغلق البوابات، يعني يغلق الأوعية الدموية وما يسمحش للدم باش يدخل الدماغ، حماية لنفسه وحماية الأوعية الدموية هذه من الانفجار. مدة دقيقة أو دقيقتين يحصل شلل وقتي. فاش يحصل؟ فقدان الوعي.
الدماغ يحس بالخطر بعد دقيقتين هذوك، فيقوم فاتح البوابات ويرجع الدم معناتها الدورة الدموية ترجع من جديد، والإنسان اللي فقد الوعي يعود له الوعي من جديد وكان شيئا لم يكن، وهو كان يعاني من شلل وقتي، فقدان للدورة الدموية يعني وقتيا في الدماغ. هذا معناتها الاستجابة القصوى، وكيفاش معناتها الجسم يستجيب حسب الوضع، حسب الوضعية. تبقى لنا قانون الخامس وهو قانون مهم جدا، والقانون هذايا لازم تاخذوا ورقة وستيلو وتسجلوا المعلومات اللي فيه، على خاطر أنا كما قلت لكم عملت الفيديو هذا تحضيرا للفيديوهات القادمة اللي باش نحكيو فيها على أمراض الروماتيزم وبقية أنواع أمراض الروماتيزم وكيفية علاجها، ومعرفة لماذا نستعمل الأدوية بالطرق المختلفة. علاش لازمكم تكون عندكم فكرة في الفيتامينات والمعادن وكيفاش التوازنات اللي باش نحكي عليها توا، والقانون الخامس يحكي على التوازنات اللي في الجسم، والتوازنات هذه علاش ترتكز. إذا نمر مباشرة ومن غير إطالة التوازنات، قانون التوازنات، والجسم متاعنا الكل توازنات، وإذا التوازنات هذه اختل الجسم. يعني كل ما اختلت التوازنات كل ما نحكيو على أمراض. إذا التوازنات هذه باش نحكي على الميزان الأول والمهم جدا، وهو ميزان الأوميجا 3 والأوميجا 6. الميزان هذا ما يلزمش يكون متعادل، الميزان هذا لازم يكون الطبيعي اللي فيه لازم يكون مختل. يعني فما اختلال في الميزان هذا، لازم الأوميجا 3 تكون عالية جدا والأوميجا 6 تكون منخفضة معناتها بشكل كبير. لماذا؟ لأن الأوميجا 3 احنا نعرف الفوائد تاع الأوميجا 3 يعني، والمصدر بتاعها خاصة معناتها في السمك. الأوميجا 3 هي اللي تقوي لنا جهاز المناعة، الأوميجا 3 هي اللي تقوي لنا الذاكرة، الأوميجا 3 هي اللي معناتها تعطينا معناتها ضغط دم معناتها في المعدل العادي، هي اللي تحافظ لنا على سلامة القلب والشرايين. الأوميجا 3 معناتها فوائدها كبيرة وكبيرة جدا. الأوميجا 6 فيها فوائد ولكن المضار بتاعها أكثر بكثير من الفوائد. إذا ارتفع أو تعادل الأوميجا 6 مع الأوميجا 3 راهو نحكيو على الدهون الثلاثية، نحكيو على الكوليسترول الضار، رانا نحكيو على مشاكل عديدة في الجسم، يعني نحن في غنى عنها. أكبر مصدر للأوميجا 6 هو في الزيوت النباتية المهدرجة، هكا زيت الكانولا، هكا زيت عباد الشمس، زيت الذراء، هكا الزيوت النباتية ذيك راهو اللي قيل في السابق أنها زيوت معناتها غير مشبعة وزيوت صحية، لا مش صحيح، راهو الزيوت هذه ضارة وضارة جدا. إذا الميزان الأول فهمناه، الأوميجا 3 معناتها ضرورية، نقص معناتها أقصى ما يمكن من مصادر الزيوت المهدرجة. وطبعا كذلك معناتها الفول السوداني يحتوي على بكثرة على الأوميجا 6، يعني نشوفوا المصادر نتاعهم هذوما ونحاولوا ديما نختاروا الأشياء. نمشوا للميزان اللي بعده وهو ميزان الصوديوم والبوتاسيوم. كي نقولوا الصوديوم والبوتاسيوم أكيد باش نحكيو على القلب، أكيد باش نحكيو على ضغط الدم. المعروف أنه معناتها كان يقال معناتها أنه الإنسان اللي عنده ارتفاع ضغط الدم لازم يتخلى نهائيا من الملح، وهذه معلومة راهي خاطئة. راهو الصوديوم اللي في الملح راهو ضروري، راهو ما نجموش نتخلوا على الصوديوم. لو كان نتخلوا على الصوديوم راهو دقات القلب باش تنخفض، راهو الانسان باش يولي ما عادش عنده مجهود، راهو الانسان حتى يصير له ضغط معناتها ضيق تنفس، راهو مشاكل عديده باش تحصل للجسم. الصوديوم ضروري، ولكن الصوديوم لازم يكون غير محترق، لازم يكون صوديوم طبيعي. باش نحكوا على مصدر صوديوم طبيعي لازم يكون متزامن مع البوتاسيوم. احنا قلنا ميزان صوديوم بوتاسيوم، لازمهم الاثنين يكونوا متوفرين، لازمهم الاثنين يكونوا موجودين. هل الملح المصنع اللي موجود في المحلات التجارية هل يحتوي على البوتاسيوم؟ لا، يحتوي على صوديوم محترق. هل الملح البحري اللي موجود معناتها في السبخة هل الملح هذا يحتوي على البوتاسيوم؟ لا يحتوي على البوتاسيوم ولكنه غيظار، يعني ماهوش صوديوم محروق، حتى صوديوم طبيعي هذاك. ولكن باش نتحصلوا على التوازن ما بين الصوديوم والبوتاسيوم فأكيد نحكوا على الملح الصخري، أكيد نحكوا على ملح الهيمالايا اللي يحتوي على 94 معدن ومن بينهم البوتاسيوم. فالبوتاسيوم ضروري لتعديل ضغط الدم، لدقات القلب، لصحة الجسم ككل، لجهاز المناعة، الكثير من الأشياء البوتاسيوم
نحتاج ليه. هذا الميزان بوتاسيوم الصوديوم. نحكيه على مثلا الزنك والنحاس. معناتها الميزان هذا الزنك والنحاس، راهو الزنك لا يفعل الا بالنحاس، يعني ما نجموش نفعلوا الزنك الا بتوفر النحاس. طبعا الزنك معناتها مصادره عديده وعديده جدا، مصادره معناتها في المكسرات، الزنك معناتها موجود في اللحوم، موجود في الاسماك، موجود في معناتها المكسرات والبقوليات، في عديد الاشياء موجود الزنك. ولكن النحاس كذلك متوفر وموجود في عديد المصادر. والنحاس كما نعلم هو مفيد جدا للعظام. النحاس هو اللي باش يخلي العظام تمتص الكالسيوم ويعاون على امتصاص الكالسيوم. اذا الاشياء هذه، التوازنات هذه ضروريه، ما نقدروش نتخلوا على الاشياء هذه وعلى التوازنات هذه. فاحنا نستهلك الزنك من غير النحاس، راهو ما عملنا حتى شيء. اذا نستهلك الزنك من غير النحاس رانا ما عملنا حتى شيء، وراهو معناتها ضرينا روحنا بشكل كبير جدا. فمعناتها نستفادوا من مصادر النحاس، من مصادر الزنك، من الاوميجا 3، من الاشياء هذه، ونحافظوا على التوازنات اللي انا قلت عليها باش ننعموا بصحه جيده ان شاء الله. نعطيكم شيء اخر مثلا، او الميزان الاكبر. خلينا نقولوا على الميزان الاكبر، واللي هو الميزان يحتوي على فيتامين د من اشعه الشمس، فيتامين د، الكالسيوم، طبعا فيتامين د والكالسيوم، كذلك على الكيتو، وخاصه نحكي على الكيتو MK7، ضروري جدا معناتها الكيتو ضروري جدا، وهاتوا نحكي لكم معلاش. نحكيه على كذلك على المغنيسيوم، ونحكيه كذلك على البورون. حكينا عن النحاس، حكينا عليه وأهمية النحاس في امتصاص ومساعدة على امتصاص الكالسيوم. نحكوا الآن على البورون كذلك في الميزان الكبير هذايا. فالميزان هذا علاش يرتكز؟ احنا نعرفوا لكون الجرعة اليومية من فيتامين د يعني ما يلزمهاش تقل على 4000 وحدة دولية، وأنا ننصح ب 10000 وحدة دولية يوميا. يعني حتى كي باش ناخذ مكملات غذائية من فيتامين د، يعني ناخذ الجرعة 10000 وحدة دولية يوميا. ال 10000 وحدة دولية هذه لشنو باش نصحوا بها؟ احنا حاجات احنا نعرفوا الكوليسترول هو اللي يتحول معناتها الفيتامين د بأشعة الشمس، معناتها تكون أشعة الشمس مع الكوليسترول اللي موجود معناتها في الجلد هو اللي يتحول الفيتامين د. الفيتامين د هذايا باش يستفاد به الجسم، شنو يعمل الفيتامين د؟ هو كذلك ناقل، معناتها الفيتامين د ناقل الكالسيوم للجهاز ولا الاسنان، معناتها الجهاز العضلي والاسنان، وكذلك مساعد معناتها ميزان اللي هو الكيتو. الكيتو شنو هو الدور نتاعو هنا ما بين الفيتامين د والكالسيوم؟ شنو باش يعمل الكيتو؟ الكيتو MK7 اللي هو يعمل لنا هيك المعادله ما بين الكالسيوم، باش يعمل لنا معناتها الكالسيوم اللي يحتاجه الجسم والكالسيوم الزائد. فاحنا وقت ناخذ جرعات عاليه، مثلا خذيت جرعه عاليه من الكالسيوم، وانا ما ننصحش باش تاخذ الكالسيوم كمكمل غذائي، لانه مصادر الكالسيوم عديده، وخاصه بذور السمسم. يعني بذور السمسم البيضاء الكامله معناتها بالقشره نتاعها احسن مصدر للكالسيوم مساء وليس بالنهار. يعني حتى الوقت نتاع الاستهلاك الكالسيوم يعني محدد، نستهلك الكالسيوم بالليل وما نستهلكوش بالنهار باش نستفادوا به. لا كما الزنك ما نجموش نستفادوا من الزنك، لا يمكن الاستفاده من الزنك الا بتواجد النحاس، واضح. فالكيتو يعمل ايش يعمل؟ يخلي الجسم معناتها يخلي الجهاز العظمي والاسنان يمتصوا الكالسيوم اللي يحتاجوه، والكالسيوم الزائد اللي هو قد يسبب في جلطات، وقد يسبب معناتها في انسداد الاوعيه الدمويه وترسبات في الجهاز العضلي والعظمي وكل شيء. ايش يعمل له؟ هاك الكالسيوم الزايد هذاك يتخلص منه ويخرجوا للخارج، يعني يقي من الجلطات. الكيتو يحمي الاوعيه الدمويه، ينظفها، ما يخليش الكالسيوم يترسب في الاوعيه الدمويه، ينظف لنا الاوعيه الدمويه ويحمي الانسان ويحمي القلب من التجلط. هذا الكيتو شنو يعمل؟ هو ميزان للكالسيوم ومهم جدا. المغنيسيوم ضروري، يعني ما نقدروش نحكوا على صحة الإنسان ومعناتها الجهاز العضلي والجهاز الهضمي والأجهزة الكل من غير مغنيسيوم. فالمغنيسيوم ضروري وضروري جدا. المغنيسيوم مع البورون،
البوران اللي هو المعدن من المعادن الصغرى، والبوران اللي هو من المعادن القليلة، والبوران اللي هو يعمل توازنات كبيرة وتوازن مهم جدا ما بين المغنيسيوم وكذلك الكالسيوم، يعمل لنا توازن ما بين المغنيسيوم والكالسيوم، وهذا ضروري وضروري جدا. البوران اللي هو عنده فوائد عديدة جدا. البوران ضروري لجهاز المناعة، البوران ضروري للجهاز الهضمي، البوران ضروري للجهاز العصبي، البوران ضروري لكل أجزاء الجسم، ضروري جدا، ويعمل توازنات كبيرة ومضاد للسرطان. يعني فوائد البوران لا تحصى ولا تعد. البوران موجود في الزيتون، البوران موجود معناتها في البصل، البوران موجود في التمر، البوران موجود في الزبيب، البوران موجود في القهوة، البوران موجود في البطاطا، البوران موجود في البقوليات، البوران موجود في المكسرات. يعني مصادر عديدة جدا للبوران، مصادر عديدة. نقدر نستفادوا من الأشياء هذه كلها. يكون احنا عندنا الميزان هذايا والموازين الأخرى اللي ذكرتها، نفهموا كيفاش نتعاملوا مع الجسم تاعنا. الغلطة الكبيرة اللي تحصل، وعلاش أنا أكدت على تسجيل الفيديو هذا قبل الفيديوهات القادمة على اللي تحكي على الالتهابات والتهابات المفاصل، لأنه لازم نفهموا كيفاش نتعامل مع المكملات الغذائية، كيفاش نتعاملوا مع الأطباق. أنت كي تكون عندك فكرة معناتها تولي قادر باش الطبق نتاعك يكون فيه الفيتامينات والمعادن كلها اللازمة. فيعني إن شاء الله تكون وصلت الفكرة، إن شاء الله يا ربي. مع النسمات القوية هذه نوعية الصوت كانت متميزة، إن شاء الله الصورة كذلك مع تواجد الشمس إن شاء الله الصورة تكون واضحة، وإن شاء الله صوتي واضح، وإن شاء الله وضحت الفكرة. وإن شاء الله ملتقانا يا ربي في الفيديو القادم، واللي باش ندخلوا فيه رسميا يعني في محور التهابات المفاصل. ما تبقى كان باش نقول لكم معناتها ما تنسوش باش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وخاصة تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإن شاء الله القادم أحلى بإذن الله. تحياتي لكم، أخوكم ولي من هذه الجزيرة الجميلة جزيرة الأحلام جربة، يحييكم مرة أخرى، ونلتقي لنرتقي إن شاء الله. باي باي، السلام عليكم. مع بذور الحياة نزرع الأمل، نزرع لفكر صحي جديد. أهلا بكم في البرنامج العربي الجديد بذور الحياة، واللي بيهتم بالصحة والتغذية السليمة وعلاج الأمراض المستعصية، مع الأخصائي في الطب البديل مستر وليد. مع بذور الحياة تحلو الحياة. بذور الحياة لكل داء دواء.